اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة اقتصادية. هنعمل مكرونة الانسجام، واقفين عليها طوابير. تعالوا نشوف تكات وحركات وأسرار المكرونة الانسجام يا جماعة. هي المكرونة يا جماعة ما فيهاش أسرار كتير، هو سر واحد هقول لكم عليه. وفيها شوية حركات برضو تاني لازم نعرفها في المكرونة الانسجام. طبعا هي واقفين عليها طوابير. تعالوا هنعمل اكلات اقتصادية قبل رمضان يا جماعة، قبل ما تدخلوا على التقيل، رغم ان السنة دي التقيل خفيف. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعوني يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على مكرونة الانسجام. اول حاجة معانا مية هنسلق فيها المكرونة. لازم تسلق المكرونة. هقولك شوية تكات كده وشوية حركات وشوية اسرار في المكرونة. المكرونة لازم تستوي يا جماعة، ما تخليش فيها قرشة خالص زي المكرونة مثلا البشاميل، لا لازم تستوي معاكي. دي اول حاجة في المكرونة. وتاني حاجة هنا هنحط طاسة على النار. هنحط زي ما انتوا شايفين صينية الموجود عندك، حلة. هنخرط بصلة كده ونقطعها طرنشات، عايزاها طرنشات رفيعة. هنعمل بصلة زي بصلة الكشري بالظبط. وانا عايزة البصلة دي لونها يكون غامق يا جماعة. اهم حاجة البصلة تغمقيها عشان نعرف لون الصلصة بتاعتنا اللي هي في المكرونة. بس كده لسه انا موصلتش برضو للون اللي انا عايزاه. طبعا نسخن الزيت وبعد كده تحط البصل، وما تكتريش زيت زي الكشري كده. هو ده اللون اللي انا عايزاه في البصل يا جماعة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو يا جماعة يا امارات يا حلوين. بس كده هنطلع كل البصل، وممكن انت تصفي الزيت ده عشان ما تسيبيش اي بصل وراكي. بس كده هنحط الطاسة تاني هي برضو. انا بعد ما انا صفيت الزيت هنحط معلقة ونص من السكر على كيس المكرونة. لو عاملة 2 كيس مكرونة ومزودة مكرونة نوع تاني مثلا، حط معلقتين كبار من السكر. هنا انا عايزة السكر يتكرمل يا جماعة، شايفين؟ لازم السكر هنا يتكرمل. زي ما قلت لكم في تكات وحركات لمكرونة الانسجام. بعد السكر ما يتكرمل حطي معلقة توم مفرومة زي ما انت شايفة. معلقة توم كبيرة من التوم المفروم، ولازم ياخد لون معانا زي ما انت شايفة كده بالظبط. مش عايزة اثر التوم يكون ني خالص، لازم ياخد لون كده يصفر معاكي. معلقتين صلصة وعايزة تحطيهم حطيهم، ما معاكيش عادي استخدمي صلصة زي ما انا عاملة كده. دي صلصة مفرزاها، وحطيت كيس من الصلصة اللي انا مفرزاها، طماطم عادية يعني. ما عندكيش عادي يعني خروطي طماطم في الخلاط واضربيها في الخلاط واستخدميها، مفيش اي مشكلة. احنا هنشوف اللون الاحمر الكاتم ده بيجي من فين. واهم حاجة طبعا البهارات عندنا. عندي هنا ملح، وعندي فلفل، وعندي كمون، وعندي كزبرة، وعندي توم باودر، وعندي فص ماجي. هي دي كل مكونات. شوية بابريكا صغيرين. كل حاجة ربع معلقة يا جماعة على حسب المكرونة اللي عندك. هنا المكرونة هتتسلق معايا زي ما قلتلك، عايزة مكرونة مسلوقة. تعالوا هنا هنسيب الصلصة تتسبك معانا يا جماعة، وهنشوف هنعمل في البصل بتاعنا. هتحطيه جوه كيس، هتحطيه في الكبة، هتفركيه بايدك. المهم لازم تفركي البصل ده. انا عايزة البصل ده يكون ناعم عشان ما يظهرش معاكي خالص في الصلصة. تفركيه كده بايدك يعني جامد. بس كده هنحط البصل بتاعنا زي ما انت شايفة. الحركات والتكات بتاعتنا في المكرونة الانسجام هتديكي نفس طعم المكرونة اللي انت بتوقفوا عليها طوابير وتشتروها من بره، او يعني اولادكم بيشتروها. بس كده وتظبطي الصلصة بتاعتك وتسيبيها تغلي. شايفين لونها ده من يا جماعة؟ ده من البصل طبعا. طول ما تغمقي البصل، مش لدرجة انه كنت تحرقيه. شايفين المكرونة؟ زي ما قلت لكم المكرونة لازم تستوي. انا مش عايزة فيها قرش عشان انا مش هحطها على النار واقعد اديها تقليبتين وكده. بس كده المكرونة خلصت. هي دي كل المكرونة يا جماعة. شايفينها سهلة ازاي؟ وشايفين لون الصلصة بتاعتنا؟ لون الصلصة يا جماعة زي ما انتوا شايفينها كده، هو ده اللون الاصلي للمكرونة. بصراحة انا قدمتها للاستاذ احمد وقعدنا ناكل، بيقول لي المكرونه دي عامله زي مكرونه ابو سليمان. قلت له لا والله، مين ابو سليمان؟ انا معرفوش بصراحه، انا بسمع عنه بس، عشان انا لسه مستجده في القاهره يا جماعه، ما تزعلوش مني. بس قلت له لا والله زيها يعني. قال لي زيها. قلت له طب انا دي اللي انا عاملاها. قال لي لا والله، قال لي زيها بالظبط.
مززة وكده يعني. قلت له بالهنا والشفا. فالمكرونة طلعت ناجحة معايا يا جماعة، وبالهنا والشفا ليكم. واتبعوا بس انتوا نفس الخطوات ونفس التكات والحركات، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. لو عايزة تغيري نوع المكرونة عادي مفيش اي مشكلة، بس